هذا القصيدة الشاعر بن عجاج المهدي أبو سعود، وهي مهداة إلى صديقه وأخيه إسلام الديني أبو جود، يقول فيها: يا ذي مطري على سمع علوم الرجال، لا تطري إلا عريبين النسب والجدود. الدين اللي يطاول شامخات الجبال، يحفظها رب السماء من كل نظرة حسود. يكفيك يا ريت الدين على كل حال، فخرك بيسلم إذا يوعد يوفي الوعود. راعي يكرم له مواقف فعل قبل المقال، لو ما بقي في يمينه غير نفسه يجود. يا سائلي عن صفاته لا ترد بسؤال، وافي إذا ما قصدته ما يرد القصود. يا سائلي عن صفاته لا ترد السؤال، وافي إذا ما قصدته ما يرد القصود. يركل كل حمل مثقل ما تشله الجمال، يشهد على الله إنه ما تحركه نود. هو الفائدة قال شاعر قبل كل راس مال، عزيز غالي بحسبه خو عند أبو سعود. اللي تروم المراجل لا تدور مثال، ما ظن تلقى في الدنيا كما أبو موجود. ما ظن تلقى في الدنيا كما أبو الجود. وهذا ردي عليه، أقول فيه: حيا وسهلا على عد الحصى والرمال، والترحب لك من الريدة صلات همود. ورد بسلامي عدد ما السيل في الواد سال، وعداد ما قد برق بارق وحنت رعود. يا مرسل أبيات في إسلام تضرب مثال، من فوق جودك أنا بزيد بوجود جود. من بعد شكر يفتح يا ابن عجاج المجال، برسل بيتين تحمل فل وعنبر وعود. ما قلت في الدين واقع وله خيال، تشهد له الناس في ساحل وذيب الحيود. وافي ومقدام باشملان في كل حال، واسمه وصيته وصلى مملكة بن سعود. محسوب يسلم بسبعة من صمام الرجال، عندي وعندك وعند ضباطها والجنود. أفخر بخالي ويفخر فيه عمن وخال، وسبعة أنعام منه ومنك يا أبو سعود. وسلامة.